على موده خليته على راسي، خليتك على راسي، عبرت الشط على مودك وخليتك على راسي، خليتك على راسي. هذه القصيدة التي أصبحت أغنية عراقية شهيرة ذاع صيتها وانتشرت في كل أرجاء الوطن العربي بعد أن غناها المطرب المشهور كاظم الساهر في عام 1989. اعتقد الناس في ذلك الوقت أنها أغنية عاطفية، ولكنها في الواقع قصيدة حزينة كتبتها سيدة عراقية مسنة تشكي من عقوق ولدها الوحيد. تروي الحكاية كتب في تراث الأدب العراقي عن امرأة في بغداد يقال أنها كانت أرملة لها طفل صغير عمره 7 أشهر، وكانت تسكن في منطقة قريبة من نهر دجلة. وفي أحد الأيام ضرب هذا المكان فيضان كبير اجتاح قريتها، مما اضطرت بسببه هذه الأم بأن تقطع وتعبر هذا الشط لتذهب إلى الضفة الأخرى الآمنة، وكان معها طفلها الصغير، فرفعت ابنها بكلتا يديها فوق رأسها ونزلت إلى الماء، وبدأت تصارع أمواج النهر العاتية والمتلاطمة من شدة الفيضان. فتارة كانت الأم تصعد إلى سطح الماء لتلتقط أنفاسها، وتارة أخرى يقوم الموج بإغراقها، وظلت الأم على هذا المنوال وابنها الصغير على رأسها لا يعي ما تواجهه أمه وما تعانيه في سبيل إنقاذه، حتى وصلت الأم إلى ضفة النهر الأخرى وحققت مرادها بإنقاذ طفلها قرة عينها. ودارت الأيام وكبر الطفل، وصارت الأم تعمل حتى تؤمن له حياة كريمة وتعليما جيدا، وتخرج وكبر وأصبح غنيا. وحينها كانت الصدمة على قلب أمه عندما أرسلها إلى بيت العجزة بدار المسنين بسبب زوجته التي أصرت وأشارت عليه بالقيام بذلك. ويقال أنها طفقت تردد بعض عبارات هذه الأغنية الحزينة عن حبها وتضحيتها لولدها، وكيف أنه لم يهتم بها بعد كل تعبها وحبها ومعاناتها عندما كان طفلا صغيرا حتى كبر. وهذه القصيدة غناها كثير من الفنانين العرب، وأضاف عليها الكاتب عزيز الرسام العراقي بعض الكلمات التي ساهمت في إشهار الأغنية. وتقول عبارات القصيدة: عبرت الشط على مودك وخليتك على راسي، كل غطى أحس بالموت وبقوة أشهق أنفاسي، كل هذا وقلت أمره أحلى من العسل مر، وين تروح أروح وياك بس لا تجرح إحساسي، عبرت شاطئ أحلامك بتضحيتي وسهر ليلي، ولا مرة قلت ممنون وأنا المنهدم حيلي، قول إيش قصرت وياك وإيش تطلب بعد أكثر، على صدري تنام الليل أقول مرتاح وأنا أسهر، أمر عيوني بعيونك وإنت عيونك الغيري، فضلتك على روحي وضاع وياك تقديري. أسهم كاظم الساهر في تخليد قصة عقوق هذا الولد لأمه، أعاذنا الله وإياكم من عقوق الوالدين.